التي ماتت بسبب الخطية لا تطرحنا عنك إلهنا، لا تطرحنا عنك إلهنا. ويا من بصليبك الغالب قتلت الموت الذي كان سائلا علينا، بحنوك اشفق علينا، بحنوك اشفق علينا واحفظنا تحت جناحك. ويا من سمرت بالمصابيح في جسدك الطاهر كالمذنبين، حبا بنا نحن الخطاة، بقوتك يا رب، بقوتك مصدق مصائب أعدائنا. اسقط كل شباك كل المقاومين لنا. أمت الموت قاتلنا، لا تجعل له سلطانا علينا يا سيدنا. ويا من بدفنك في القبر دفنت أسامنا، اجعلنا يا الله، اجعلنا نجددها مرة ثانية. حطمت مملكة إبليس، أقمنا يا رب من سقطات الخطية، أقمنا يا رب من سقطات الخطية. ويا من بصعودك المعظم أرسلت الروح القدس على تلاميذك الأطهار، الآن أيضا يا ملكنا ارسله علينا لكي يطهرنا من جميع خطايانا. جسدك المقدس ودمك الكريم نتناول منهما كل يوم، اجعلهما إنارة أجسادنا، شفاء لأمراضنا، تطهيرا لأثامنا، وغسلا لأدناسنا. بغير خوف ولا رعب ولا تفكيك ولا خوف العقوبة الأبدية، ولا تكون أيضا
سببا في زيادة الخطية، ولا تكون أيضا سببا في زيادة الخطية، بل لتكن تقديسا لنفوسنا وأجسادنا، تصفيفا لعقولنا وقلوبنا، ونقاوة وتهذيبا لأفكارنا وأذهاننا، وسرورا رفيعا تجاه الأعداء المضاد دخلنا، وبردا حصينا تجاه المعاند، وعرض حياة العالم الجديد وملكوت مجدك العاتي. تطهرنا يوم حكمك الرهيب، لأننا تقدمنا إلى حضرتك معترفين بربوبيتك، مقرين أمامك أن هذا الجسد نفسه معطي الحياة لكل الذين يأكلون منه، وهذا هو دمك المطهر لكل العالم. تعالوا واشربوا من جنب الحمام، لتروى نفوسكم، اقتربوا إليه لتمحى خطاياكم، تقدموا نحوه لتطهروا من أثامكم. ولا شك ريب فيه بالحقيقة ولا شك ريب فيه أن هذا الجسد وهذا الدم تعمان إذ إلهنا الكائن مع هذه المائدة، ونحن نسأل ونحن نطلب من صلاحك يا محب البشر، اقبل صلواتنا نحن عبيدك المرئيين، اقبلها مع غير المرئيين. احسبنا مع القوات السمائية كي نسرق باستجابة القلب أصوات لا تسكت وأفواه لا تصمت، صارخين نحوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك